بما انكم بقيتوا حبايبي وكمان اخواتي، قلت اشارك غدايا النهارده معاكم. غدايا النهارده كان سردين مقلي وسردين فرن، حاجه كده على قديمه زي ما بيقولوا. وعملنا الاتنين من كيلو سردين واحد. عملنا كمان جنبهم طبق شتيته طعمه وريحته في حته تانية. يلا نشوف عملنا غدوتنا النهارده ازاي. بس اول حاجه نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجه عندي هنا هعمل تتبيله السردين بتاعي. عندي فصوص توم، فلفل اخضر حامي، شبت مفروم، ليمون، خل، كمون، كزبره، ملح. هحط بقى الخضار بتاعي كله كده في الكبه. كمان هنزل عليهم بمعلقه من هريسه الشطه. كمان هنزل بالتوابل، ملح، كمون، كزبره. وهعصر عليهم كمان ليمون. هضيف عليهم كمان شوية من الخل الأبيض. وهفرم بقى كل ده مع بعضه لغاية لما يتفرم فرم خشن زي ما انتوا شايفين كده. حطيته كده في بول عندي. وده السردين، عندي كيلو من السردين. غسلته ونضفته كويس جدا تحت المية الجارية. شلت الراس بتاعته وشلت بطنه ونضفته تنظيفة حلوة جدا. حطيته كده على مصفى وعصرت عليه ليمونة ورشة ملح زي ما انتوا متعودين معايا. وبدأت احشيه كده بالتتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض. تبلت بقى كمية السردين الموجودة عندي كلها. هركنها بقى على جنب كده. وهبتدي اجيب صينية فرن. هدهنها دهنة كده من الزيت. دهنة كده محترمة من الزيت. انا بحب اشتغل جدا في الغالب بصواني الومنيوم. وهبتدي بقى ارص السردين بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. هاخد تقريبا نص كمية السردين دي وارصها عندي في الصينية كده لغاية لما ارص الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. اخد شوية كمان من تتبيلة السردين واحطها على وش السردين. وبعدين هديله كده على الوش عصرة ليمونة كاملة. والقشر طبعا مش هرميه، هسيبه على وش السردين. بيدي ريحة حلوة جدا جدا للسردين ولأي سمك داخل الفرن. وكمان بيشد لي حرفيا اي زفارة. تمام. هدي كمان السردين بتاعي كده على وشه رشة كمون. طبعا بتنقل الريحة في حتة تانية. لازم تجربوا الطريقة دي. كمان شوية من الزيت كده على وش السردين بتاعي عشان يبقى بيلمع. تمام. هدخل بقى السردين بتاعي هنا على فرن ساخن مسبقا على الرف الوسطاني، فرن حرارة وسط لغاية لما يستوي على مهله، مش بفتح له اي شواية. هعمل بقى بقية كمية السردين اللي عندي هقليها. هجيب كده كيس احط فيه 3 معالق كبار من الدقيق، معلقة من النشا، ملح، كمون، كزبرة. وهقلب كل ده وبعدين هبتدي ابدر السردين بتاعي هنا داخل الكيس من غير بقى ما بهدل الدنيا وبهدل ايديا. زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ما بتاخدش حرفيا اي وقت، وكمان ما بتبهدليش الدنيا. بفضل ارجه كده خبط مرتين 3 4 لغايه لما احس السردين بتاعي كله اتغلف كويس جدا بالدقيق وبيطلع زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هطلعه بقى على طبق. وانا بعمل على قد الكمية اللي هقليها، لاني لو عملت الكمية كلها وركنتها في الطبق عندي هتعرق كده وهتشرب الدقيق وهتبقى مش احسن حاجة. فببدر في الكيس عندي على قد الكمية اللي هحطها في الصينية او في الطاسة عندي. بعدين هبدأ اقلي السردين بتاعي كده في زيت سخن زي ما انتوا شايفين، مش غزير قوي، على نار وسط. واكون حاطه في الزيت اثناء القلي قشرتين من الليمون المعصور. بتشدلي اي زفاره وبتخلي ريحه القلي اثناء ما انا بقلي اي نوع سمك مفيش اي زفاره، زيرو زفاره. السردين هنا كان اخد لون ذهبي، طلعته كده على شبكه. وعلى طول وهو سخن بديله على طول رشه كمون، بتنقل بقى طعمه وريحته في حته تانية. هاجي بقى لطبق الشتيته بتاعي، وده الطبق المفضل جنب جميع الاسماك. في طاسه سخنه على النار حطيت شويه من الزيت، شوية توم كده شرايح، هبتدي اشوحهم لغاية لما التوم بتاعي ياخد لون ذهبي فاتح. واديله كمان رشة كده من الملح عشان ياخد اللون الذهبي بسرعة كده معايا وما يطولش معايا على النار. تمام. اول بقى ما التوم بتاعي ياخد اللون الذهبي الفاتح كده، على طول هنزل عليه بالفلفل، قرنين 3 كده فلفل حامي متقطعين شرايح. تقدري تستبدليه ببارد، بس هو الفلفل الحامي اللي بيخلي طعمها فظيع يا جماعة. اول ما الفلفل كده لونه يزهزه معايا هنزل ب3 4 طماطمات متقطعين مكعبات صغيرة. وممكن تنزلي بعصير طماطم سائل. تمام. هديها بقى معلقة صغيرة من السكر، رشة كمون، رشة كزبرة، رشة ملح كمان. وهقلب كل ده مع بعضه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. وهسيبها بقى تتسبك كده على نار وسط
لغاية لما تستوي وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة تحفة تحفة، مش قادرة اوصف لكم قد ايه. جهزت بقى الغدوة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وحضرت بقى شوية سلطة بلدي كده جنبها. ادي السردين المقلي كان طالع كده مقرمش من بره ومستوي وطعمه حلو جدا، والتتبيلة فيه كانت خطيرة جدا جدا. كمان سردين الفرن خرج من الفرن واخد لون ذهبي بسيط، ما فتحتلهوش اي شواية، مستوي وطعمه خطير. أكلة بسيطة جدا وعلى قديمه زي ما بنقول. وكمان طبق الشتيطة دي اللي نقل الغدوة في حتة تانية خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم في الله.